مساء الخير مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، وزملائي بالكنترول والبث المباشر شيرين وشيزر. ضيفنا بالاستديو بآخر أسبوع بشهر رمضان الكريم الدكتور روان بهجت عمر، إخصائي بالأمراض الداخلية والهضمية. اسمحوا لي رحب بضيفنا ولحتى نبدأ حلقتنا. دكتور روان يسعد مساك. مساء الخير. ممكن رح نظبط المايك شوي للدكتور. ايوه. مستمعينا ومتابعينا اللي عم يسمعونا عبر الموجة 103.5، ايضا للي عم يشاهدونا عبر البث المباشر على صفحتي الاذاعه بوير عربي وراديو بوير وعلى الانستغرام والتويتر. فيكم تشيلوا السماعه تتصلوا معنا، اي حدا حابب ينضم لنا عبر الرقم الارضي 429 101، وبالواتساب برساله 093 82 80 81 4. ايضا مشاهدينا اللي عم يشاهدونا طبعا الارقام موجوده على الشاشه مثل ما ذكرنا، بث المباشر على صفحتي الاذاعه بوير عربي وراديو بوير. رح نحكي اليوم، اكيد رح تكون في جمله من النصائح للصائمين. موضوعنا رح يكون ضمنه ايضا هالنصائح، وموضوع هام جدا رح يحكي لنا عنه الدكتور روان بخصوص القلس المعدي المريئي. يا ترى شو هو، شو الاسباب اللي تدعي لحدوث الحالة هاي، شو الأعراض اللي بتظهر، شو العلاج، والعديد من الأسئلة رح نطرحها. لكن بالبداية الدكتور رح يعرف لنا يا ترى شو هو القلس المعدي المريء. تمام. بداية هلا المري مثل ما كنا نعرف يعني هو أنبوب عضلي يعني يصل بين منطقة البلعوم والمعدة، في معصرة مرئية علوية يعني من فوق، يعني مثل معصرة مصرة يعني من تحت كمان يعني أسفل المري بين المعدة والمري. هالمعصرة هاي هي اللي تكون بحالات الراحة، يعني لما الإنسان ما يأكل بتكون مشدودة يعني هيك مسكرة. وبحالات لما الإنسان يبلع يأكل هالمصرة عم تفتح. فالقلس هو يعني عودة أو رجوع يعني محتويات المعدة، محتويات المعدة للمري عبر هالمعصرة المرئية السفلية. طبعا بحالة العادية عند كل البشر تقريبا يصير في عندنا هالقلس هذا، يعني هو أمر طبيعي يعني بيكون عرضي يعني هو أمر عادي، أمر عادي أمر طبيعي بيصير عند كل الناس. هذا هو القلس المعدي المرئي. أما مرض القلس المعدي المرئي لما هالقلس أو هالرجوع هذا للمواد المعدية، المواد الجاية من المعدة للمري عم يسبب أعراض يعني للمريض بشكل متكرر، وممكن يسبب أذية يعني بأسفل المري، أو يسبب أذية حتى يعني وصل للبلعوم الحنجرة، حتى ممكن تضرر الأسنان يعني، وحتى برئتين. يعني هو القلس هو حالة طبيعية، لكن مرض القلس هو اللي ذكرنا أنه عم يسبب يعني ممكن يسبب عند المريض أعراض بشكل دائم وأزيات نسيجية يعني. تماما دكتور. دكتور، الأسباب اللي بتؤدي لحدوث الحالة هاي يعني دائما بنسأل إنه ترى شو هي الأسباب؟ هي وراثية، هي ربما وظيفية، أو يعني شو هي الأسباب؟ الأسباب ما في سبب محدد واضح يعني ليش يعني يصير هالقلس. أسباب متعددة يعني. في أسباب مثلا متعلقة ب طبيعة المري، فيزيولوجية المري، يعني بيكون في عندنا نقص بالحركات الحيوية، يعني نقص بالحركية المري يعني تماما. المري ما عم يعني يقول عاميا ما يشتغل كويس يعني بهالمعنى، أو بيكون عندنا المصرة المرئية السفلية بتكون ضعيفة يعني. هي عضلة إرادية دكتور ولا لا إرادية؟ لا، المري هو تقريبا النص العلوي يعني تقريبا هو عضلات مخططة. أيوة. تكون إرادية يعني. النص السفلي تقريبا وحتى يعني ثلثين لنقول الثلث بثلثين يعني بيكون في عضلات ملساء لا إرادية، عضلات لا إرادية. فيكون عندنا المعصرة المرئية السفلية هون في عندنا يعني ضعف فيها يعني ما بتسكر مشان تماما المستمع يعني يستفيد يعني انه ما بتقوم بواجبها. ايوه ما تقوم بواجبها بهالمعنى. هذا سبب يعني. ايوه. ممكن يكون في عندنا مشكلة بالمعدة، يعني في عندنا زيادة بالمفرزات الحامضية بالمعدة يعني. ممكن في عندنا يعني ضعف بحركية المعدة، يعني المعدة ما عم تهضم أو ما عم تصرف بشكل سريع، فهالأكل عم يتجمع بالمعدة يرجع للمري. أكيد. ممكن أسباب تانية يعني في فتق حجابي انزلاقي. يعني الفتق هو إنه المعدة عم تطلع فوق الحجاب، يعني تطلع يعني من فوق الحجابية عم تطلع فوق لمستوى الصدر، فهذا كمان يعني طالع على فوق شوي.
هذا الفتق. البداني كمان سبب هام، يعني المرضى البدينين يعني لأنه يكون عندهم زيادة بالوزن، ضغط على المعدة، وكمان يصير عندهم القلس. هاي أشياء على أسباب يعني تبع القلس يعني ما في سبب واضح، سبب محدد واضح، في مجموعة عوامل يعني بتصيب. ممكن إنه يتوارث هالمرض هذا للأجيال، يعني مثلا ابن يكتسب هالحالة ما سجلت يعني. لا. تمام، إذن هو ما يعتبر لا يعني هو يعني هالمريض يعني بيكون عنده عوامل عدة يعني متعددة العوامل، وخاصة في شيء اسمه الارتخاءات العابرة يعني اللي ذكرناها، يعني انه يعني في ارتقاءات طبيعية المعصرة المائية السفلية بتصير، فهم بيكون عندهم يعني نقول انه شدة أكثر أو يعني رخاوة يعني بالمعصرة المائية السفلية، هو السبب الأكثر يعني شيوعا نقول إنه في عنا رخاوة بالمعصرة المائية السفلية. تماما. هو كحالة ربما ما بتخوف، ولكن النتائج اللي بتأدي لها ربما مثل ما ذكرت. هلا هو المرض يعني من الأمراض اللي نسميها مثل ما نسميها جبل الجليد يعني. يعني المرضى اللي مبينين عددهم قليل، المرضى المخفيين هن الأكثر يعني. تماما. يعني بيكون في مرضى مثلا بيصير معه حرقة، بيروح عند الصيدلي أو ما هو يأخذ حبوب يعني هو يعني ما بيتشخص حتى. تماما. وفي نسبة من المرضى مثلا خاصة المسنين يعني بيكونوا لا عرضيين يعني. تماما. بيكون عندهم نقص بالإفراز الحامضي، نقص بالحساسية، يعني عندهم يعني عتبة الألم يعني زايدة، يعني ما عم يحسوا، عندهم نقص بالإحساس يعني. تمام. فما يحسوا ما يكونوا عرضيين، ممكن يجوا باختلاطات يعني. تمام. الاختلاطات بعدين نحكي عنها. أكيد. رح ذكر المستمعين أي حدا حابب ينضم لنا أو تتصلوا معنا عبر الرقم الأرضي 429 101، أيضا عبر الواتساب برسالة فينا نجاوب على سؤالكم 093 82 80 81 4. أيضا مشاهدين عبر البث المباشر بوير عربي وراديو بوير، التويتر والانستغرام، فيكم تنضموا لنا. أيضا رح نجاوب على أسئلتكم أكيد. نصائح للصائمين أكيد رح يكون جملة من النصائح الدكتور رح يعني يعطينا إياها. طبعا دكتور روان بهجت عمر، اخصائي بامراض الداخليه والهضميه، موجود بالاستديو. طبعا نحن بخدمتكم وبخدمه اسئلتكم. دكتور شوي حكيتوا موضوع الاسباب، يا ترى شو هي الاعراض اللي بتظهر على هذا المريض اللي معه الحالة هاي؟ هل الأعراض كثيرة، بس الأعراض الأشيع، العرض الكلاسيكي اللي نقول هو حرقة الفؤاد. يعني هون الحرقة عند المريض يصير هون حرقة برأس المعدة، مثل الحكي الشائع يعني. يصير عندهم حرقة برأس المعدة. طبعا هالحرقة ممكن تكون هون برأس المعدة، وممكن تمتد يعني تجي هون لأعلى الصدر، ممكن توصل هون يعني حتى الحرقة توصل هون للرقبة يعني. ممكن تمتد أحيانا للظهر يعني. أيوة. عادة بتصير بعد تناول الطعام، خاصة الوجبات الكبيرة يعني. إذا المريض أكل وجبة كبيرة فيصير معه في كتير أكلات، مثلا أطعمة الحادة، الحمضيات، الدسم، القهوة، الكحول، التدخين، كل هدول من المحرضات انه يسببوا الحرقة. طبعا هالحرقة بتدوم يعني من دقائق لساعات، يعني ما في كل حسب كل مريض، وعادة بياخذوا مضاد حموضة بيتحسنوا يعني. فالعرض الأهم هو حرقة الفؤاد يعني. أيوة. طب في أعراض تانية يعني أقل شيوعا، يعني مثلا في عنا عسرة بلع مثلا. أيوة. عند حوالي 30% من المرضى ممكن يصير عندهم عسرة بلع. طبعا المرضى المزمنين يعني يطولوا سنوات إنه يكون عندهم القلس، ممكن يصير عندهم عسرة بلع يعني صعوبة بالبلع. هو عرض يعني قليل عرض مو شائع يعني. في أعراض تانية مثل غثيان، إقياء، تجشؤ يعني. أيوة. يعني تحس إنه عم يطلع غاز من تماما. كثير من الناس عم يعانوا حتى الفواق. في عنا بيسموه يعني لذع المائي، يعني بحس إنه هو اللذع المائي شو يعني؟ هو مفرزات من الغدد اللعابية تطلع. أيوة. يعني هو بيكون الحمض جاي على يوصل للتم، فبصير عندنا مثل رد فعل انه الحمض جاي، فيصير افراز قلوي يعني اللعاب، فيحس بطعم مالح او يعني شوي حامض تمه. فهي مفرزات من صح من الفم هي طالعه، لكن يعني استجابه
المرض الاساسي او منعكس المرض الاساسي. بس بالعاده شهيتهم تكون كويسه على الاكل يعني، ما بدا اثر شهيتهم، يكون وزن كويس كمان يعني ما دام شهيته كويس ما عنده نقص وزن. فالعرض اللي يكون حرقه الفؤاد، وفي الاعراض الثانيه هي الاقل شيوعا. دكتور السؤال خطر على بالي انه الاعمار اللي بيزوروكم بالعيادات واللي انتم بتشوفون شو هن التفاوت يعني الاعمار اللي الاكثر شيء يعني مرض شائع يعني ما في سن، ممكن يعني طفل يعني طفل 14 سنه 14 5 10 ممكن يعني 3 سنتين يعني ممكن يجيك ممكن ل 70 سنه و80 سنه ممكن 70 80 سنه كمان يعني ما في سن محدد للاصابه تماما. ما انه مرتبط بالعمر ما لا ما انه مرتبط بالعمر. هذا بدخلنا شيء ثاني انه في اعراض خارج هضميه او خارج مرئيه يعني اي يعني انه هالحمض لو تحكي لنا عنها دكتور. تمام. هلا في ممكن يسبب الم صدري يعني نفس الالم الصدري الم شرسوفي مثلا بيسبب لا هذا الم شرسوفي يضرب هون الصدر ممكن يمتد ل هون للذقن يعني ممكن يضرب للظهر حتى للذراع يعني نفس الم الجلطه يعني تمام. نفس الم القلبي يعني نعم. بس هو الميزه انه بيكون يجي بعد الاكل هالوجع هذا بيكون بعد الاكل خاصه اذا تناول وجبه كبيره يعني تمام. ويزول يعني دوم دقائق لساعات يعني، وغالبا يروح الوجع تلقائيا او انه يكون ياخذ مضاد حموضه يعني. فهو يعني كثير حالات ممكن يجي المريض يكون عنده الم صدري بيروح عند اطباء قلبيه يسوي تخاطيط وقسطره يطلع ما في شيء وهون المصيبه يعني انه المريض يعني كلف كثير بيكون عنده قلص معدي مريء. فدائما يعني الطبيب لازم يكون باله يعني هالمرض ممكن يسبب ربو يعني. ايوه كيف دكتور يعني لانه هالحمض هذا عم يرجع وعم يعني هو خاصه بفتره النوم يعني بيكون القلص زايد يعني عنده ممتد يعني المريض مشطع. فهل الماده الحامضيه يعني بتوصل للرغامه بتوصل للرئتين فتسبب تشنج قصبي مثل الربو يعني. يجيك المريض مثلا عنده سعال مزمن مريض عنده سعال مزمن فتره طويله مشخص ربو حتى وعم ياخذ ادويه الربو بس ما عم يتحسن فبده هون الطبيب فورا يحط باله انه كمان ولا ممكن يكون عنده قلص معدي مريء ويعالجه على اساسه. وحتى يعني حاليا في كتير تشجيع انه المريض الربو اللي ما عم يستجيب للادويه بشكل كويس انه ينحط على تجربه علاجيه بمضادات الحموضه. دكتور معنا اتصال رح نقطع حديثكم ممكن تحطوا السماعه لحتى تسمعوا السؤال على رقم الارضي 429 101. معنا اتصال. الو مساء الخير. اهلا وسهلا تفضل. بدي اسال الدكتور الكولون العصبي شو الحل تبعه؟ ممكن تعرفنا عن حالك؟ حسام احمد. يا هلا وسهلا فيك حسام. الكولون العصبي في اسئله ثانيه بدك تسالها دكتور؟ لا ما في. تمام يا اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. كولون العصبي نجاوب عليه هلا دكتور ولا نجاوب عليه؟ تمام تفضل دكتور. الكولون العصبي هو مرض مزمن يعني ممكن تحط السماعه. تمام. الكولون العصبي هو مرض مزمن يعني الكولون العصبي هو مش يعني مصطلح شعبي او مصطلح عام يعني. فهو علميا متلازمه الامعاء الهيوجه يعني بيكون عند المريض في عندنا الم بطني عم يخف بالتغوط عنده مرات امساك مرات اسهال. المرض هو ما بيخوف يعني المرض هو وظيفي يعني في عندنا نقول سوء بوظيفه الكولون يعني فقط اما عضويا ما في شيء يعني لا يخاف المريض. ايوه لا في لا كتل لا قرحات لا شيء لا نزف يعني المرض هو سليم انزاره سليم المريض راح يعيش حياة طبيعية. بس هو المشكلة انه المريض يتوجع يعني تماما وخاصة اذا اكل بقوليات اكل برغل في اكلات يعني كثير حمص وفاصوليا يعني المرض هو مزمن مشان يطمن المريض يعني ما يخوف ابدا. في علاجات العلاج راح ياخذ المريض يتحسن فتره بس راح ينكس يعني ما في شيء علاج سحري للمرض يعني. اكيد راح يرجع فتره ثانيه يخبص بالاكل تمام. بس هي حلقه مفرغه وخاصه يعني تاثر المرض بالعصبيه يعني بالحاله النفسيه. هذا كان سؤالي دكتور. مثل حلقه مفرغه يعني المريض اللي عنده يعني التشنج كولون لنقول يعني بتأثر على نفسيته كثير عنده مشكلة. والمريض اللي عنده نفسية كمان تأثر على الكولون فالحالتين مرتبطين مع بعض. يعني ما في حل جذري للمرض ولكن هو مرض سليم. الإنسان لازم يطمن يعني ما يخاف أبدا يكون غذاؤه صحي يعني يكثر من الخضروات من الفواكه من السوائل الألياف يعني من الألياف مشان يكون خروجه سلس يعني
والمرض سليم بشكل عام، يعني ما في تمام. داعي للخوف. بتمنى انه يكون استفاد. وسمعنا الاخ حسام، وطبعا مثل ما ذكر الدكتور انه هذا مرض ما بيخوف. كتير ناس بيربطوا هالموضوع هذا بموضوع العصبيه، وذكرته انه والله انت عندك كولون عصبي، اذا نفسيتك هي اللي بتاثر على هالشيء هذا. فوضح كل شيء دكتور. دكتور، لو نروح على موضوع التشخيص، يا ترى كأطباء هضمية كيف بتشخصوا انه هاي الحالة هو القلس المعدي المرئي، سواء كان بالفحص السريري او بتلجأوا لموضوع الايكو، او شو الاجراءات اللي بتتخذوها؟ هلا قبل ما اجاوبك في نقطة انه اعراض خارج المرئية، في نقطة كمان انه ممكن يسبب قرحات سنية، يعني يعني يوصل الحمض للأسنان، يسبب قرحات بالسن، نخور بالسن، يعني ممكن يسبب يعني ممكن يسبب التهاب أذن، يعني امتد الحمض خاصة عند الأطفال. مثلا يكون طفل يعني يكون عنده سعال مزمن مثلا، ممكن عنده قلس معدي مريء، مفرزات او التهاب بدون دائمي، فيكون عنده المرض هذا. حابب اذكر اخونا عفوا دكتور انه اللي عم يحاولوا اتصال عبر الواتساب برساله، فيكم تكتبوا الرساله واكيد رح نجاوب على سؤالكم. البرنامج هو لكم وبخدمتكم ايضا. السؤال فيكم تكتبوه، رح نساله للدكتور ورح يجاوب عليه. تفضل دكتور. اسف على تمام. مشان التشخيص، هلا التشخيص عادة نحن نبلش أولا بتجربة علاجية، يعني المريض عادة لما يجي يكون في عنده أعراض حرقة واضحة، يعني نبلش تجربة علاجية بمضادات الحموضة لمدة أسبوعين، نشوف إذا صار في تحسن عند المريض، يعني خفت الحرقة لنقول، فهون معناها تأكد التشخيص عندنا، ونخليه لعلاج تقريبا شهر شهرين حسب حالة المريض يعني. تمام. طبعا هاي بالحالة اللي تأكدت اللي شفنا أنه تشخيص واضح يعني. أما إذا مثلا ما تحسن المريض أو صار كان عنده أعراض بتخوف، لو أعراض إنذارية، يعني توجه لشيء ثاني، مثلا إنه أعراض مثلا عنده إقياء دائمي، عنده مثلا جسينا كتلة بالبطن، عنده نزف هضمي مثلا، عم يراجع الدم او مطالع دم، علوي او سفلي. اذا شفنا في اعراض ثانيه هي حصرا بده تنظير يعني. تماما. فاذا شفنا انه المريض ما عم يتحسن على العلاج او شفنا اعراض انذاريه يعني، فهون بنلجا ل يعني استقصاءات، خاصه التنظير الهضمي. طبعا عم نسوي التنظير ونشوف يعني حسب بالتنظير يبين ممكن تنشاف، خاصه اذا كان في عندنا التهاب اسفل المري فهون يبين يعني له درجات. المهم يعني يبين معنا القلس. طبعا في حالات كمان ممكن يكون تنظير حتى طبيعي يعني، والمريض عم يشكو اعراض قلس، هون في عندنا اجراء ثاني هو هون مو موجود عندنا، موجود بالشارع، انه قياس حموضه المري يعني لمده 24 ساعه، فيتاكد التشخيص يعني غالبا باغلب الاوقات. اغلب الحالات اللي هون مثلا عم نشوفها بكون عم يتحسن المريض، خاصه عند ضغط الحموضه، فعم نخليه على علاج صيانه او علاج دائم تقريبا حسب شده اعراض المريض يعني. هاي بالتشخيص يعني تقريبا هاي هي هلا في مثلا اجراءات ثانيه، بس الاجراءات تحاليل دمويه بتلزم احيانا دكتور، تحاليل ما خاصه المريض سريري يعني اكثر شيء سريري، والقصه سريريه. والتجربه العلاجيه يعني لما نعطي المريض مضاد حموضه عم نشوف تحسن، هاي كثير مهمه. حكينا عن تنظير، عن قياس حموضه المري، يعني هاي اكثر اجراءات عم نسويها. في حالات مثلا انه بس الشيء الموجود عندنا يعني هاي الاجراءات الموجوده عندنا. طبعا موضوع التنظير دكتور احيانا هو التنظير كيف بينجرى يعني سواء كانت للمعده او للمريء؟ اجراء بسيط، هو اجراء بيخوف عاده. هالاجراء هذا بيطلبه الاطباء، فالمريض ما بيتعاون مع الطبيب. شو بتقولوا للمرضى اللي يلزموا هالاجراء هذا؟ والله يعني اذا يلزموا التشخيص اكيد يعني طبعا مثل ما حكيت انا انه والله الاعراض ما عم تتحسن عند المريض، في اعراض منذره، اعراض انذاريه، فهون حصرا تنظيرها يبين المشكله يعني. فهو اجراء يعني آمن يعني نسبة الاختلاط كتير نادرة جدا يعني. بس هو ممكن شوي مزعج للمريض، خاصة إذا ما كان تحت التخدير العام يعني. إذا كان المريض واعي فخاصة راح ينزعج كتير أكيد. بس ممكن يعني في أطباء أو يعني ممكن نسوي تخدير بمخدر يعني تركين بالبروبوفول يعني، فينام المريض حوالي 10 دقائق ربع ساعة ويكون تنظير آمن يعني ما بيحس بشيء. أكيد. التنظير يعني إذا شاف الطبيب إنه ضروري تنظير
يعني المفروض انه المريض لانه هو اللي يلتزم راح فيه. يستفيد اكيد. الاخ ابراهيم منجي من فيينا عبر الرساله الدكتور ما فينا نسمعها. لدي سؤال يرجى طرحه على الدكتور: كل ما باكل شيء من المخلل او ما شابهه بحس بحرقه شديده والمساء ما بحسن نام من الحموضه اضطر نام بشكل قاعد او شرح لنا الوضع ولكم الشكر. بظن السؤال واضح. هو عم يشكي سلامتك اخي ابراهيم. يعني الاكلات اللي تسبب الحرقه يعني كثير اكلات بصراحه. يعني قلنا انه ممكن الشاي، القهوه، التدخين، الكحول، منتجات البندوره، الوجبه الكبيره يعني خاصه هو عنده المخلل تماما. وهي فهو اذا عنده حرقه هون بالمنطقه على يعني منطقه المعده يعني فهون اعراض وصفيه للحرقه. ممكن نحط على علاج يعني مده 15 يوم نراقبه ونشوف ياخذ دواء مضاد الحموضه 15 يوم نشوف حالته. يعني اذا صار تحسن على التشخيص اكيد. اذا شفنا انه والله المريض ما يستجيب ابدا ممكن يسوي تنظير وقتها. او فينا نذكر احد يعني كم نوع من الدواء او الادويه كثيره يعني هي مضادات الحموضه نوع معروف يعني مثبطات مضخه البروتون. في ايزوميبرازول، لانزوبرازول، اوميبرازول، بانتوبرازول، بانتوبرازول، ديلاستوم، ديكسلانزوبرازول. في ناس عم ياخذوا دواء للحموضه غير في ادويه مضادات الهستامين يعني تماما. نمط 2 في رانيتيدين، السيميتيدين، فاموتيدين، هدول كمان يعني بس فعاليتهم اقل من المثبطات ضغط البروتون يعني. وحل اخر لاخونا انه يتجنب المخلل. فيعني اذا تجنبه وشاف حاله اذا شاف بس مشكلته بالمخلل خليه يتجنب المخلل ويرتاح. سلامته ان شاء الله. دكتور لنتعمق شوي بالتشخيص ونخلينا بالتشخيص يعني نخلص هالمرحله هاي. بعد التشخيص الاجراءات هي لا يعني بعد ما تشخص المريض يتعالج يعني نحط على العلاج. نروح على العلاج دكتور. العلاج هلا العلاج له يعني نقول شقين يعني. في علاج دوائي وفي علاج اسلوب الحياه اللي نقول طبعا اسلوب الحياه او تغيير نمط الحياه هذا خاصه بحالات لما تكون الاعراض خفيفه يعني للاعراض المتوسطه. فهون مثلا لازم رفع رأس السرير يعني او يحط رأس السرير او يحط مثلا مخدتين حسب ما يرتاح هو جوا راسه. انقاص الوزن هام يعني ضروري جدا. لما يخف الوزن راح يرتاح المريض. الأكل مثلا ما يتجنب يعني الأكل بكمية كبيرة يعني يكون عنده وجبات مثلا صغيرة متعدة إذا يكون أحسن يعني. ما ينام بعد ما يأكل إلا يعني حوالي 2-3 ساعات يعني. يتجنب أكل يعني في شيء أكله مثلا نسميه سناك يعني أو إنه بالليل مثلا ممكن ساعة 11 12 بالليل يأكله مثلا قطعة حلوة أو هيك شيء. هاي كمان بتضر كثير. هاي أكثر. المعجنات دكتور بتأدي للشيء هذا؟ المعجنات لا ما مو كثير. تمام ما لها لا. هاي أهم النصائح. الألبسة الضيقة مثلا يجنب لبسها. هاي أكثر النصائح اللي فينا ننصح المريض. هاي من ناحية النصائح العامة يعني. تماما. دكتور المريض اللي ينهمل مريض معه قلص معدي مريء وأهمل حاله وما راجع الطبيب، ممكن الاختلاطات أو العوامل الخطورة تؤدي ل شيء مخيف مثلا أو شيء اختلاطات المرض القلص يعني في اختلاط ولو انه نسبتها قليله كتير بس انه في عندنا ممكن يصير عنده نزف عند المريض. أيوة. ممكن يصير عندنا تضيق مريئي يعني ممكن قرحات تصير أسفل المري يعني. وممكن يكون يصير عندنا شيء اسمه مري بارد يعني. مري بارد هو يعني نقول انه بحكي شوي طبي يعني صراحه انه منطقه اسفل المري بيكون هي بتتحول مخاطيطه يعني. تماما. المخاطيه تبعها بتتحول لظهاره يعني معويه يعني بتتحول فهمنا نتيجة الإفراز يعني تعرض للحمض بشكل دائم فيصير عندنا تآكل يعني. لا مو تآكل يعني يصير عندنا مثل نسيج ثاني نسيج معوي. فهون يصير عندنا يعني ازدياد خطر سرطان المريء بنسبة 30-50 ضعف يعني. تشكل سماكي يعني مو سماكي يعني تغير بالنسيج اللي نقول بالوظيفة يعني. تغير بالنسيج يصير عندنا مثل نسميه حقول معوي يعني. بصير عندنا مثل الظهارة المعوية. فهون بصير عندنا
تضاعف او زياده خطر سرطان المعده سرطان المريء بنسبه 30 ل 50 ضعف. ممكن تؤدي لانثقابات مثلا؟ ممكن يؤدي لانثقاب، نزف، انثقاب، تقرحات، ممكن يصير عندنا انثقاب، نزف، تضيق مريئي ومري بارد كمان. فهاي الاختلاطات ولو انه نسبتها نادره بس لازم المريض يتعالج احسن يعني. قبل ما ننتقل لتوصيات للصائمين وشهر الصيام، نصائح وتوصيات بالنسبه للي عم يعانوا من هالحالات هاي دكتور، القلس المعدي المريئي، اذا حكيتوا شوي من ضمن السياق حديثنا كان في اكثر من نصيحه، لكن حابين هيك نعطيها حقها للنصائح هاي. هلا النصائح مثل ما ذكرت، النصائح المثبته يعني اللي هي رفع راس السرير، ايوه، وانقاص الوزن، هاي يعني مثبت علميا انه هدول يستفيدوا المرضى. النصائح الثانيه كمان قلنا تجنب الالبسه الضيقه، يكون لباسه مريح يعني. الاكل ما يكتر بالاكل يعني، اذا حس حاله شبعان خلص يقوم يعني، ما في داعي ما في داعي يعني يفجر حاله، او ما في داعي يلتقط بالاخص الصائمين يعني. هلا اكيد قلنا انقاص الوزن، هاي اكثر النصائح يعني. ممارسة الرياضة قلنا انقاص الوزن، تجنب الحلويات آخر الليل، عدم النوم إلا بعد ساعتين 3 من تناول الأكل. هاي أكثر نصائح يعني. تماما. دكتور، شو بتنصحوا الصائمين اللي عم يصوموا؟ طبعا كمان حابب أسأل هالسؤال هذا كمان، أو هي ما نو سؤال للي عم يتحججوا بحجة إنه دكتور والله أنا مانعني من الصيام بحجة إنه أنا عندي قرحة معدية أو أمور أخرى، أنا عندي مشاكل بالمعدة بجهاز الهضم. يا ترى ما مدى صحة هالموضوع هذا؟ وكأطباء هضمية شو بتنصحوا الصائمين ويلي عندهم هالمشاكل هاي؟ هلا كقلس معدي مريء يعني هو ما في مشكله يعني اذا المريض يصوم يعني. كقلس معدي بالعكس ممكن انه فتره الصيام هاي الطويله ممكن تتحسن عنده الاعراض يعني. ايوه قلنا مثلا الاكل الزائد والنوم فورا، هاي فتره نقاهه للمعده والجهاز الهضمي يعني شهر كامل ترتاح المعده يعني. من ناحيه الغذاء يعني، من ناحيه الغذاء هلا يفضل يعني، هلا نحن بالحالة عادية عم نتناول 3 وجبات، يفضل حتى بشهر رمضان كمان يتناول الإنسان 3 وجبات يعني. أيوة، كيف دكتور هاي شرح لنا؟ يعني أول مثلا الفطار يعني بيكون وجبة خفيفة كتير يعني. يشرب مي، يشرب لبن، تمر يعني، بس هيك شوية سوائل وسكريات بسيطة كتير يعني. هاي ليش؟ لأنه مثلا أنت مثلا صمت 15 أو 17 أو 18 ساعة حسب البلدان، فبيكون عندك جوع بالجسم يعني، الشيء اللي يفوت راح يفوت للجسم كله يمتص. فانت لما اجيت مثلا صار وقت الافطار واكلت طبق رئيسي تماما كله راح يمتص. ايوه يعني كله راح يروح هدر يعني، لا او ينحرق الجسم، يمتص الجسم، يفوت بالجسم كله. وانت على الاغلب ما راح يكون يعني ما راح تقدر تحرق هالاكل هذا تماما، فيصير يعني يتراكم بجسمك يعني. فمشان هيك انه يكون الانسان يعني وقت الافطار شيء خفيف مثل ما قلنا، مي ولبن، فيعني غذاء خفيف. بعدين هون بيكون الجسم شوي يعني نقول تروى يعني، او شوي حس بشبع. بعد ساعتين لما يجي ياكل طبق الرئيسي ما في مشكله يعني، ياكل لحمه، خضره، وجبه الرئيسيه وعلى السحور. على السحور هلا خلال هال6-7 ساعات الافطار يفضل يعني يشرب مي قدر ما يشرب افضل يعني، كميات كافيه من السوائل. كميات كافيه من السوائل. ياكل خضره، فواكه اللي فيها مي كتير يعني، اللي فيها مي كمان يشربها، لانه هدول عصائر مثلا، عصائر هدول يفيدوه للجسم تماما. بالسحور، هو السحور قلنا مثل هو مثل وجبه الافطار، وجبه الفطور العاديه بالايام العاديه، كانه بديل عنها. فياكل شيء المتوفر يعني. بس في ملاحظه انه ما مشتقات الألبان يأكل، ما في مشكلة، خضار يعني. شيء الجبنة المالحة إذا تسحر أكيد راح يعني يفضل تجنب الشيء اللي بيحتوي الصوديوم يعني. الملح راح يضره كتير يعني. يعني أكيد. الكافيين كمان. أيوة. لأن الكافيين هو مدر بولي يعني، إذا شرب كتير قهوة وشاي وهدول راح يصير عنده إضرار خلال النهار، وراح يتجفى وبده مي كتير كمان. السكريات كمان يتجنبها قدر الإمكان يعني. السكريات بصنا السكر الأبيض يعني خاصة.
لانه قيمته الغذائيه منخفضه وممكن يسبب زياده وزن. ف يعني اللي يتجنبون اللي هي الملح، الكافيين، يعني قلنا قهوه وشاي ومشروبات غازيه وهدول، والسكريات الحلويات هدول. بوجبه السحور ياكلون، واهم شيء يكثر سوائل وخضره وفواكه. هاي هي. بنتشكرك على اللقاء الجميل دكتور. وإذا يقدر مثلا يمارس رياضة نص ساعة مثلا خلال النهار بين فترة الإفطار يعني فترة الإفطار نص ساعة يمشي على الأقل، يحرك جسمه، يعني تتحسن حتى نفسيته كمان أكيد، ويتحسن خروجه، يعني كله مرتبط مع بعض، حتى الإنسان ما يصير عنده إمساك كمان. فحتى الرياضة يعني بتنشط الجسم من كافة النواحي. أكيد. رح نرد على الأخ إبراهيم، لأنه أخذت الدواء مضاد الحرقة وتحسنت، لكن مفعولها ما استمر بعد انقطاع الدواء بشيء 10 أيام. طبعا الشيء أكيد إذا انقطعت من الدواء رح طبعا هلا خاصة إذا سوى تنظير مثلا وكان عنده التهاب مري تقرحي شديد، فهاي يعني نسبة النكس عالية، يعني خلال أول 6 شهور يعني نسبة النكس كتير عالية. ما بعرف يعني بده يسوي تنظير ويشوف شو الاستقصاءات اللازمة، يسوي استقصاء إضافي يعني. بس في نقطة مشان السحور كمان أو خلال النهار، يعني الصائمين يفضل يكتروا بوتاسيوم. الفرق بين البوتاسيوم والصوديوم يعني هي حبيت أحكيها. شو من الأكلات اللي بيحتوي على البوتاسيوم؟ البوتاسيوم أكثر شيء موجود بالموز، بالتمر، بالبطاطا، بالبرتقال، بالجزر الأبيض، الموجودين عم نحكيهم. هدول مثلا، هدول ليش؟ لأنه بيضل بالجسم البوتاسيوم وما بيخليه يطلع الماء، يعني الإنسان بيحس إنه مرتوي، إنه ما مشان ما يشرب مي. على عكس الصوديوم، يعني الصوديوم بده لما ينطرح بده يسحب المي معه أكيد. فالصوديوم يعني الأكلات المالحة والعرقسوس كمان كمان هي مهم كتير، لأنه خاصة عند مرضى متعارف عنه يعني. خاصة عند مريض اللي عنده الضغط العرقسوس بيضره كتير يعني. تماما معلومة. فالعرقسوس بصراحة خلال رمضان وصار كانوا موضة تماما، بس مو مستحب يعني، مو مستحب لأنه فيه نسبة صوديوم عالية. نسبة صوديوم عالية بده المريض يتجفف خلال النهار وبده يشرب، محتاج المية يعني. عكس المفهوم منه يعني المغزى يعني إذا بده يشرب سوائل في عصائر يعني بديلة يعني مثل ما ذكرت، ويتجنب المشروبات الغازية أكيد يعني. شكرا لكم دكتور روان بهجت عمر، اخصائي بامراض الداخليه والهضميه، على هاللقاء الحلو والمعلومات القيمه. شكرا كثير لكم، ان شاء الله يكون المستمعين استفادوا ان شاء الله. بتشكر زملائي شيزر وشيرين، كنت معكم انا عماد خلف من وراء الميكروفون. ضيفنا كان بالاستديو دكتور روان بهجت عمر، اخصائي بالامراض الداخليه والهضميه. على امل نلقاكم بعد العيد، وكل عام وانتم بخير من هلا.